منافسة براميس لفريق الأهلي كذلك. في دوري أغرب من الخيال، دوري فيه معجزة حقيقية حصلت من نادي كبير. النادي الأهلي كان متأخر في عدد المباريات بفارق 20 نقطة، وإذا يحقق الفوز تلو الآخر الجدول الغير آدمي اللي اتحط فيه النادي الأهلي، اللي يلعب كل يومين وكل ثلاثة وهو ليس له ذنب في طيب. هذا. بيعتلي الصدارة، بيقابلوا المنافس المباشر ليه بيراميدز في مباراتين في 10 أيام، بيفوز عليه 3-2 في المباراة الأولى و1-0 في المباراة الثانية. فاحنا قدام حالة لابد أن تدرس، حالة النادي الأهلي وثقة الجماهير فيه وثقة الإدارة في لاعبيها بمنتهى السهولة. انت النهاردة بتفوز، بكرة ما بترتاحش، بعد بكرة بتلعب مباراة أخرى، حاجة في الخيال. أنا شايف ان الدوري ده ملحمي، شايف ان الدوري ده لابد ان الجماهير تعي ما فعله النادي الاهلي وما فعله الجهاز الفني واللاعبين. طيب. اشكر إن اداره النادي الاهلي، اشكر كولر على كل النتائج اللي بيحققها في عز اللي هو بيفقد احد العناصر الرئيسيه في النادي الاهلي وهو علي أكيد. معلول، وبيفقد اللاعب طول الاخر. ولكن يبقى النادي الاهلي لا يقف على لاعب. النادي الاهلي كبير، مبروك ان شاء الله نقولها للنادي الاهلي.